مساء الفل، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جميل وان شاء الله سبيس مختلف. يا رب كلكم تكونوا كويسين واموركم ظريفه، وكان ويك اند لطيف. نتمنى ذلك، يعني ان هو كان يكون ويك اند لطيف عليكم كلكم. يا رب اموركم تكون طيبه. آه، متهيألي مفيش اختلاف بيننا كلنا ان بيوتنا المصريه فيها مشكله تربيه. عنوان عريض كده، كلمه التربيه. ما بين نقص تربيه وده الاغلب، وما بين ناس اتربت صح قوي فما بقتش عارفه تتعامل مع اللي ما شموش ريحه التربيه، وما بين ناس مش عارفين اتربوا غلط بس عايزين يتعاملوا صح، يربوا ولادهم صح فمش عارفين ازاي يربوا ولادهم صح. وما بين حاجات كتير جدا. عنوانها العريض هو التربيه. والناس السويه دايما بيبقى عندها هاجس: هو احنا هنربي العيال ازاي؟ نربيهم زي ما احنا اتربينا ولا نربيهم بمعايير الزمن ده؟ طب لو انا نفسي ما اتربيتش كويس، يعني جات لي كده لحظه صدق مع نفسي وحسيت ان انا ما اتربيتش كويس، هعرف اربي العيال؟ انا عايز اربيهم بقى، يعني انا ما جاليش نصيب ان اتربى كويس، عايز اربي العيال كويس. هل في فرصه لكده؟ ولا انا خلاص كده لما يعني خلاص انت ونسلك كله مكتوب عليكم عدم الربايه؟ يعني خلاص كده اما حط ايدك والارض. اسئله كتير في نفس الاتجاه ده، ومحدش فينا يقدر يجزم ان هو يملك الحقيقه كامله. يعني ده موضوع كده ما تقدرش تمسكه من كل الجوانب. ولفت نظري كمان في الايام اللي فاتت، وانتوا كمان اكيد شفتوا ده: البنت اللي قتلت والدتها في بورسعيد. ايه نوع التربيه اللي هي اتربتها دي؟ بلاش يعني في التحقيقات وكده. آه، اثبتوا ان البنت عندها حاجه 20 سنه. اللي قتل الست اللي هي ام البنت واد عنده 14 سنه. الولد راح خطط للجريمه وجاب ايد الهون وراح للست وهي مش موجوده عشان يقتلها وقتلها في وجود بنتها وبموافقه بنتها. يعني ده ما شافش تربيه خالص، ده ما ترباش خالص، ده ما شافش ريحه التربيه. يعني شفت فيديو النهارده ما اعرفش نزلته امتى، بس انا شفته النهارده. حد كان بعته لي يعني. فيديو عملته مي ابراهيم. يمكن معظمكم ممكن يكونوا عارفين مي ابراهيم. فيديو لطيف كده مدته 10 ثواني مثلا، شايله ابنها، عندها ابن صغير كده اسمه يونس، عنده حوالي سنتين لو انا فاكر صح، وماشيه بيه كده في مول. فبتقول: يا جماعه معلش، عشان ايه الناس التوكسيك كتروا قوي حوالينا دلوقتي. فيا يونس، بنات الناس مش الولد الصغير ماسك لعبه فيه بيقول: مش لعبه تاني، بنات الناس مش لعبه. الولد بيتكلم، يعني هي بتحفظه الكلمه عشان يكبر وهو آه، وهو مش موجود، وهو لما يكبر يعني. الموضوع لفت نظري وشغل دماغي في الاتجاه ده. فخلونا نتكلم، موضوع شويه كتير. يعني انا قلت كده ال 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 عنوان عريض عن القصه، فخلينا نخش. والنهارده معانا آه، الدكتوره يارا اسامه، استاذه الطب النفسي، وهتبقى هي الضيفه بتاعتنا النهارده ان شاء الله، الضيفه الاساسيه. وانا وصديقي احمد مجدي. مساء الفل يا احمد. مساء الخير يا تامر. ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. سبيس استنيناه كتير وخططنا له وحضرنا له كتير. ان شاء الله يبقى مفيد والناس كلها تبقى يعني تتبسط بيه. هو برضو الحق يتقال، يعني في حد كان بعت لي اقتراح اننا نعمل سبيس نتكلم فيه عن التربية عموما للأطفال والناس تقول رأيها، فأنا حسيت ان الموضوع أخطر من ان كل واحد يدلي بداله من غير اساس علمي، او يعني بعضنا طبعا هيقول رايه في الموضوع. الموضوع اخطر من الموضوع من انه يحتمل اراء مختلف عن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، التجارب الحياتيه. يعني موضوع التربيه ده خطير ومرعب. ففكرت قلت ليه لا ما يبقاش معانا حد يدينا حاجه علميه يرد على الاسئله بطريقه يبقى هي دي الاستفاده الحقيقيه، بدل ما نقول اراء تحتمل الصواب والخطا في موضوع حساس زي ده. ومن هنا كانت الفكرة إننا نكلم دكتورة يارا المشكورة، يعني متطوعة بوقتها الثمين تبقى معانا في السبيس ده. دكتورة يارا ازيك؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه الحمد الاخبار؟ لله تمام كله كويس. منورانا. آه شكرا ليك اصلا، انت يعني شكرا ليك على الدعوه، وبالعكس يعني دي حاجه انا دايما مهتمه بيها. يعني لو انا اعرف اي حاجه ابقى بقولها، يعني فلا خالص، الشرف ليا يعني. أهلا بيك. طيب اهلا بيك يا دكتوره يارا، ازيك؟ عامله ايه؟
يارا سمع تامر؟ دكتوره يارا. دكتوره يارا سمع تامر عشان بس ما يبقاش فيه مشكله. لا انا مش سامعه تامر، طب لا. معلش اخرجي وادخلي تاني كده، في مشكله عندك في يعني اقفلي تويتر وادخلي تاني عشان تبقي سامعانا احنا الاثنين، حاضر لان غالبا تامر يعني انا وتامر هنتكلم معاكي مش انا بس. اوكي. حاضر اوكي. حاضر. طيب على ما يارا ترجع، آه، الموضوع ده يعني واضح انه شادد ناس كتير. انا بعد ما تامر حط التويت وبعت للناس، اغلب الناس يعني اتحمست انها تسمع الموضوع ده وتتكلم فيه، وابعتوا لنا بقى اسئله على اللينك بتاع التويته بتاعت السبيس. هتلاقوا تحت على اليمين ظاهر لكم علامه كده دلوقتي زي بابل كده وجنبها اتنين، دي الريبلايز على التويته بتاعت السبيس. لو حد عنده اسئله او حاجه يحطها هنا، واثناء السبيس هناخد منها ونسال دكتوره يارا. وممكن في الاخر كده نحاول ناخد مداخلات مختصره كده، او مش في الاخر يعني في نص السبيس او من وقت للتاني عشان الموضوع يبقى مفيد. ولو حد عايز يعرف حاجه برضو يشاركها معانا او عنده معلومه او عنده فكره او عنده حاجه يشاركها برضو معانا، طبعا حاجه تخص السبيس في العنوان ده. وبرضه عشان تكونوا عارفين الموضوع، هو مش لازم تكون مخلف علشان تعرف ده. انت يعني مستقبلا لو ما كنتش عندك اولاد دلوقتي فانت غالبا يعني يعني دي حاجه محتاجه تستعد لها وتذاكر لها يعني، او هتشارك في تربيه. حتى لو انت مثلا ما عندكش اولاد هتشارك في بشكل او باخر في تربيه ولاد اخواتك، ولاد الناس اللي حواليك. هتساهم في تهذيب سلوك حد بطريقه بقى علميه يعني او بطريقه لطيفه. ولا ايه رايك يا تامر؟ وفي ناس بالظبط، وفي ناس كمان ممكن يكون عندهم مشكله هم نفسهم في تربيتهم، فيفتكروا ان كده نهايه المطاف زي ما كنت بقول في الاول، وان هم كده ما عندهمش اللي يقدموه لاولادهم. يعني خلاص كده انا فاضي، انا ما خدتش حظي من التربيه، فانا خلاص كده بقى انا مستقبلي ومستقبل، خلاص انا مستقبلي خلاص بقى مضلم، كمان مستقبل ولادي انا ما عنديش قدره. فهل هو خلاص كده اتحصر في الزاويه دي، وهل هو ما يقدرش ي... يطلع تاني منها؟ ده اللي هنشوفه. يعني طيب دكتور يارا المفروض هي دخلت. بتلاقي انفيتيشن. يعني انا بشوف ان رساله كل واحد موجود انه يعمل يعني يطلع نسخ افضل منه واحسن، اسعد حظا واوفر حظا، ويعني حاجه كانت ناقصاه يكملها لهم. فمن ضمن ده التربيه. شوف يارا معانا. ايوه انا معاكم سامعاكم انتوا الاثنين طب كويس. تامر، طب سمع طيب تامر كده تمام. مساء الخير يا دكتور يارا، ازيك؟ مساء الورد، ازيك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. معرفش انت سمعتي المقدمه ولا لا. انا مش عارف نبدا منين، فانت بقى اللي هتقودينا. واحنا عندنا اسئله كده معينه، وفي الاخر هنقول لك برضه اسئله الناس في النص. فشايفه البدايه تكون ازاي من وجهه نظرك؟ يعني هو طبعا زي ما احمد قال، يعني هو الموضوع ده برضو كبير قوي واشمل بكتير من ان هو مجرد توبيك علمي يعني بنناقشه، او مجرد حتى خبرة حياتية الناس بتشاركها. بس هو حاجة كبيرة جدا وضخمة، زي فكرة الحياة والموت والولادة. فيعني هي بس انا اكتر حاجة تفرق معايا يعني لما نيجي نتكلم في موضوع زي ده، انه يعني انا بلاحظ ان مؤخرا في زي بانيكينج كده بخصوص قصة التربية. يعني دايما الناس قلقانة ومتوترة عشان هم بيعملوا عكس كل حاجة هم خايفين منها حصلت مثلا معاهم زمان. يعني ده الملحوظ في آخر 10 سنين يعني. ففي قلق، وكأن الموضوع ايه بقى برضو تنافسي كده ومقلق ومحاط بدايرة توتر كبيرة. فاكتر حاجه تفرق معايا يعني ان الناس تبقى عارفه ان احنا نجيب اطفال ونكون بنخلي بالنا منهم. وده معنى التربيه. يعني التربيه في اللغه هي ان انا يعني ازرع زرعه واسقيها كل يوم، واطمن عليها ان هي بتكبر، وابقى عارفه بس الزرعه دي بتحتاج ميه قد ايه، بتحتاج تربه شكلها ايه، ينفع تتزرع هنا ولا لا، وابقى براعيها. يعني هي دي التربيه. يعني براعي الحاجه لحد ما الحاجه دي تشتد كده قدامي وتكبر. وهي سنة، يعني سنة من سنن الحياة. فأكتر حاجة تفرق معايا إن الناس تبقى مطمنة. يعني أنا مثلا لما بيجي لي طفل وأهله، يبقى فارق معايا إن هم يبقوا مطمنين إنه ما تخافوش، يعني طالما الحاجة دي ربنا
يعني قدر ان هي تبقى بتحصل، فاحنا هنعرف نعملها طول ما احنا مش مهملين ومش هالعين. فلا ده ولا ده، يعني لا الصح ان احنا نكون خايفين قوي، ولا الصح برضو ان احنا نكون شايفين ان عادي يعني. الموضوع سهل وهنعمله عادي يعني، ما كل الناس بتتربى يعني. ايوه بالظبط، لانهم مش كل الناس بتتربى، هي كل الناس بتكبر بس مش كل الناس بتتربى. ده مليون في المية. بالظبط. فبس بيفرق معايا طيب برضو سامحاني يا الطمأنينة دكتور يعني. يارا؟ انا سامعاك. تامر، ايوه. انت الصوت يارا واصل عندك واضح صح؟ لا انا كده مش مسموعة. انا سامعك تامر، انت مش سامع يارا؟ لا لا مش سامعها. طيب انا هطلع ادخل تاني. طب سريعا كده معلش، هو سبيس النهارده واضح انه عليه اقبال شويه ما شاء الله يعني. الناس حابه تسمع. محسود محسود. لا 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 خلاص. لا واضح انه السبيس عايز يتربى بصراحه يعني، عامل مشاكل. لو على ما تامر يجي كده، يعني عايزك تقولي حاجه للناس يعني تقلل شويه التوتر والرعب بتاع الخوف من الفشل في التربيه عموما يعني الناس تاخد الموضوع ازاي، تفكر ازاي. يعني مفيش، يعني هو زي ما الإنسان بيفكر على فكرة في مسؤولياته، يعني هي التربية في الأساس مسؤولية. يعني أنا خلفت، فالخلفة دي معناها إن الناس اللي أنا خلفتهم دول موجودين في الدنيا، وأنا مسؤولة إن أنا أكون بخلي بالي منهم وبمدهم باحتياجاتهم الأساسية. أكتر حاجة حرجة في فكرة التربية إن الاحتياجات الأساسية اللي بيحتاجها الكائن البشري أساسا، بغض النظر بقى عن كونه طفل أو كبير، هي واحدة. بس الفكرة في التربية ايه؟ ان هي لو الطفل ده ما اخدهاش من اهله مش يعني هيفضل طول الوقت عنده فيها خلل. هي دي اكبر حتة كروشال قوي في التربية، ان انا اهم فكرة ان انا اكون بمد الطفل ده باحتياجاته الرئيسية البيزك، سواء على المستوى الجسدي، سواء على المستوى النفسي، سواء على المستوى العقلي. هما الثلاثة دول بكون أنا المصدر الرئيسي، ما عندوش هو مصدر تاني. بخلاف لما بنكبر ينفع ندور على الاحتياجات دي في أماكن تانية، لكن وأنا طفلة ما عنديش غير مصدر رئيسي. الاب والام اللي بيربوا، ف هم دول بالظبط العالم، بالظبط الكير. بيكتشف العالم من خلالهم. هم دول بالنسبه له العالم يعني. بالظبط كده طيب بالظبط. بنسبة كام في المية شايفة ان احنا مؤهلين احنا نربي؟ يعني احنا احنا دلوقتي في الزمن ده في الوقت ده في محيط دوائرنا مؤهلين ان احنا نربي؟ عندنا القدر الكافي من ان احنا نربي ولا مش، ولا ما نعرفش؟ لا ما يعني مش شايفة إنه ينفع أقول بنسبة كام في المية إحنا مؤهلين. يعني هو كل شخص آه، يعني انا بصدق في ده، يعني بصدق ان كل انسان عنده الامكانيات اللي تؤهله ان هو يمد الاخر باحتياجات، طول ما هو برضو عنده مصادره اللي بتمده بنفس الاحتياجات دي. فاحنا كبشر على فكرة، يعني احنا كبني ادمين اقوياء جدا وشجعان، وعندنا مساحات كبيرة من العطاء. هم. لكن هي الفكرة انه ممكن يكون المساحات بتاعتي دي متعطلة، فانا اشوف ايه اللي معطلها. ودي بقى بتبقى هي دي المسؤوليه في التربيه بقى، ان انا لو لاحظت ان انا عندي خلل في حاجه، او مش عارفه ادي ابني ده حاجه معينه، او انا عطلانه اصلا، او انا طول الوقت حاسه ان ابني ده هم على قلبي، ما هوش حاجه يعني حلوه. ولا هو الاطفال ولا هم يعني، ولا هم حاجه فن، يعني هم مش انترتينمنت، ولا هم هم مش على القلب. ممتلكات، مش عربيه وحاجه لاكجري يعني. بس انا قصدي اقول هم ولا حاجه جايه عشان تسلينا وتبسطنا، ولا حاجه برضو جايه عشان تشيلنا الهم. هم مسؤولية، هم بني آدمين. فيعني هي دي. لكن انا اقول بنسبة قد ايه، لكن اقدر اقول ان الشخص اللي هو مش شغال على نفسه، هو نفسه مش كبران نفسيا، مش في حتة آمنة نفسيا، هيبقى صعب عليه قوي 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 انه يقدم ده لطفل صغير. هم. طب دكتوره يارا، لو هسالك سؤال يعني ممكن يبقى شاغل الناس ويلم اغلب الاسئله بتاعتهم، نأهل نفسنا ازاي اننا نبقى مربيين كويسين، اب او ام، او على الاقل المشاركه في تربيه الاطفال اللي حوالينا، اللي علينا مسؤوليه جزئيه ناحيتهم، مش شرط كامل المسؤوليه، سواء ده او ده، او اللي علينا طبعا كامل المسؤوليه اولادنا لو في، او مستقبلا. ازاي اهل نفسي ان انا يعني ايه، اقول اقدر ادعي ان انا بربي صح، او
على الطريق ان انا بعلم نفسي اربي صح من غير ما يبقى بعمل حاجه غلط، او ببقى ببالغ في الدلع، او ببالغ في التشدد، بعقد بعمل حاجه سبويلنج يعني، او تبوظ الاخلاق من غير ما ابقى فاهم، وانا فاهم ان انا دي حنيه وعطف، ان كل حاجه بمقدار. طيب قبل الإجابة على السؤال ده يا أحمد، أستأذنك بس إيه، هقول يعني مقدمة بسيطة عشان الناس ما تتلخبطش في فكرة أصلا هو إيه الهدف من التربية، وإحنا عايزين إيه، يعني إيه المطلوب مني في الطفل الصغير ده. فقبل الحتة دي يعني زي ما كنت بقول كده، إن هي التربية فكرة إنه زي في زرعة، والزرعة دي أنا برعاها، يعني هي دي الفكرة. طيب هو ايه اصلا الهدف؟ ما هو انا عشان بعمل التربيه دي بروسس، وعشان ما اغلطش فيها زي ما الناس بتبقى خايفه، او ان انا ما اعكش وانا بعملها، ببقى محتاجه اصلا اعرف ايه، ابقى جول اورينتد، انا عارفه انا المطلوب مني ايه. ففي الاساس انا المطلوب مني طبعا بيختلف حسب سن الاطفال، ودي عمليه معقده يعني بقى. يعني ايه المطلوب مثلا في سن من اول ما بيتولد لحد سن كذا، بس من 5 سنين ل10، من 10 ل15، بس خلينا نتكلم بنظره عامه يعني. انه الاساس في التربيه، او الجول الحقيقي، هو ان انا اكون بساهم ان الطفل ده يطلع مش مشوه. احنا بنتولد يعني في السايكو اناليسيس بقى، وفي علم النفس يعني، احنا بنتولد جاهزين لحاجات معينه، مستعدين لاستقبال حاجات معينه، وطول ما البيئه اللي حواليا متزنه، انا باخد احتياجاتي دي بشكل متزن وبشكل تلقائي، يعني من غير مجهود كبير. زي ما كده بالظبط بنحط ميه الزرعه بتكبر، احنا ما نعرفش هي بتكبر ازاي. اه بندرس بعد كده في الساينس وفي كده، بس اقصد هي العمليه بتحصل بشكل تلقائي. فانا هي ممكن تكبر، بيبقى بس مش هدفي ان شرط تكبر بصحة او تكبر كويس او تكبر في احسن بالظبط صورة. بالظبط غالبا هتكبر، غالبا هتكبر يعني، ما لم يكن في اهمال شنيع. انما ممكن تكبر وهي ضعيفة، تكبر وهي هشة، او مش في حالة كويسة، وده طبعا بالظبط. حاجة يعني، هو ده اللي عامل ايوه، الذعر لما نسقط الكلام ده هي على اولادنا. الهشاشه دي بالظبط. الهشاشه دي هي دي التشوه النفسي اللي انا بتكلم عنه. انا حريصه وانا بربي ان انا اطلع او اساهم، مش هقول اطلع عشان مش بحب في التربيه ان احنا نعتبر ان احنا رب الشيء الوحيد يعني. انا بساهم في ان الشخص ده يطلع بني ادم مش مشوه. طب هو ايه شكل التشوهات اللي ممكن تحصل في بدايه التربيه؟ احنا زي ما كنت بقول لك، عندنا احتياجات اساسيه كلنا كبني ادمين. الاحتياجات دي لو هنلخصها او هنقولها بطريقه بلدي يعني، هو الطفل ده محتاج ايه؟ الطفل ده محتاج اول حاجه كده، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، محتاج يعمل بوندنج. يعني ايه بوندنج؟ يعني محتاج يعمل رابطه بحد، محتاج يحس ان هو مش مقطوع من شجره في الدنيا دي. ده اول حاجه الطفل بيحتاج يحسها اول ما بيتولد، وهو ده اللي يعني بتمثله عمليه ايه؟ الرضاعه بمعناها الشامل بقى، ان انا باكلك وبخليك جنبي وقريب مني. والرضاعه باشكالها طبعا، الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعيه مش فارقه. هي الفكره انه الطفل يعني جنبي، وانا باكله وانا بعمل معاه علاقه، يعني بخليه قريب مني وبطمنه. وده طبعا بيحصل من الاب ومن الام. وبقصد هنا بالرضاعه فكره الفيدنج نفسها، اللي هي برضو الاب ممكن يشارك فيها. تمام. ده اول احتياج كده الطفل بيحتاجه، ان هو يعمل علاقه، يعمل اتاتشمنت، ما يحسش ان هو مطرود او مرفوض او مش وهو فعلا الاطفال اللي عندها شهور وايام بتحس بالكلام ده. علميا طلعوا بيحسوا بالكلام ده، في ابحاث كتير قوي اتعملت على القصه دي، كتير قوي قوي قوي، لانه فعلا ده بيأثر. وكانوا بياخدوا عينات من اطفال صغيرين، وبيشوفوا مواد معينه بتفرز عند اطفال اللي هم مطمنين وفي بيت يعني الدنيا ماشيه فيه تمام، عكس الاطفال اللي بيبقوا تحت تهديد طول الوقت وخايفين وكده. طب انا عندي سؤال يا دكتوره بعد اذنك. ال الطفل دلوقتي، انت عارف احنا دلوقتي احنا في 2022 خلاص داخلين على 23، كل سنه وانتم طيبين. الموبايل دلوقتي بقى حاجه اساسيه في حياه كل الناس، كل الناس كبار وصغيرين. وبقى دايما في هاجس فكره ان انا مش عارف ادي ابني او بنتي الموبايل ولا ما اديهاش، ادخلها اصلا العالم ده ولا ما اديهاش. انا اعرف النوعين، اعرف اصدقاء قرروا ان هم يبعدوا خالص ولادهم عن كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، الواتساب وكل حاجه كل حاجه. ونوع تاني لا، قال لك لا انا هديهم وبتاع، وانا هيكبروا في الاخر، هم هيكبروا على ده دلوقتي الطبيعي، ده العادي
عندي النوعين، يعني انا عاشرت الاثنين، شايف الاثنين قدامي بيتصرفوا التصرف ده والتصرف ده. مين الصح وايه الصح؟ هل اصلا فكره ان انا اخلي ابني او بنتي يتربى ب... بالعالم المنفتح على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى كل حاجه من الحاجات اللي موجوده دلوقتي، هل دي الفكره الاصح؟ ده الخيار الصح؟ ولو لا، من سن كام ينفع يتعمل ده معاه؟ طيب يعني قبل برضو ما اجاوب على السؤال ده، الاول الطفل يعني قبل ما انا هقرر قرار هو هيطلع على السوشيال ميديا ولا لا، محتاجه اطمن اصلا ان ابني ده يعني هو بيتفاعل بشكل طبيعي، بيستجيب بشكل طبيعي، مش متوتر، بينام كويس، بياكل كويس، عنده اولويات. يعني الاول ابني ده محتاج يبقى ليه شكل يوم اصلا، والكلام ده طبعا بيبتدي يتضح من وهو اصلا عنده سنه. الابن ده عنده يوم، عنده اولويات، بيتفاعل مع ابوه قد ايه في اليوم، بيتفاعل مع امه قد ايه في اليوم، بيتفاعل مع اصحابه، سوشيالي هو عامل ازاي. انا بمسكه الموبايل ليه؟ ده بقى اهم حاجه. في مشكله كبيره جدا بتحصل ان الامهات والاباء، وخاصه طبعا الامهات، لان هم بيبقى عليهم الحمل الازيد في ان هم بيقضوا وقت اطول مع الاطفال. لا هي بزازة بي- يعني البزازة الحديثة على العصر ده يعني. بالظبط. فساعات بيخلوا الطفل يمسك الموبايل علشان هي مش بتقدر يعني. دي يعني مثلا دي الحاجه اللي بتسكته شويه او بتلهيه شويه او بتهديه شويه. لا، اللي بتريح دماغ الاب والام منه شويه كمان. ايوه بالظبط. بس هي الفكره ما اقدرش برضو، خلينا برضو نكون منصفين ونبص بقى على الصوره الكامله. ما هو طالما انا وصلت لمرحله ان انا عماله بدور على اي حاجه ايا كان هي مضره قد ايه ولا مفيده قد ايه عشان تلهي الطفل، عشان انا ما عدتش عارفه اتعامل معاه، يبقى انا محتاجه اشوف ايه المشكله في السيستم ده. ليه اصلا الطفل عنده وقت الفراغ ده اللي انا بملاه بالسوشيال ميديا؟ الطفل ده يومه شكله ايه؟ فهي دي بقى الفكره. انا محتاجه اتاكد ان ابني اليوم بتاعه متزن. يعني ايه متزن؟ يعني هو بيعمل مجهود بدني كفايه، بيقضي وقت مع قرناء يعني ناس من سنه كفايه، بيقضي وقت مع ناس كبيره كفايه، بيقضي وقت مع امه كفايه، مع ابوه كفايه، بينام كويس وبياكل وجباته كويس. دي حاجات بيزكس. فهو غالبا لو الطفل عنده الحاجات دي مش هيبقى فيه الوقت الضخم للقصه دي. المشكله دي ظهرت جدا 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 في دول العالم كلها وقت الكوفيد. لو نفسهم الأنشطة في قلت مبت ولا يعني الخروج. والخروج ما بقاش فيه خروج، ما بقاش فيه تجمعات. بالظبط. بالظبط كده، بالظبط كده. لما الاطفال بقى اصلا ما بقتش تروح الحضانه، ما بقتش تروح التمرين، ما بقاش بقى في وقت فاضي كبير جدا جدا مستحيل الام والاب يغطوه. فبقت في قضيه بقى السوشيال ميديا. في الاساس بقى المعايير بتاعت السوشيال ميديا دي مهم جدا ان انا اكون رقيبه اصلا هو بيشوف ايه في السوشيال ميديا. مهم جدا ان انا ابقى عارفه ايه الحاجات اللي بتشد انتباهه. يعني انا ابني مثلا اكتر انتو جيمنج والكلام ده، طب انواع الجيمز اللي بيحبها ايه؟ دلوقتي في انواع جيمز مختلفه جدا. في جيمز مثلا دلوقتي فيها جامبلينج يعني فيها فلوس، ودي مشكله ظهرت بقى عند اطفال، بقت تظهر في سن من 10 سنين حتى، بتبتدي ان هم ابتدوا ياخدوا فلوس من البيت ومحدش عارف هم بياخدوها ازاي وبيضيعوها في ايه يعني، وبيكتشفوا فجاه ان هم بيدفعوها في الالعاب. فدي مثلا حاجه. طب ولا هو اكتر انتو تشاتنج وبيتعرف على ناس وكده، ولا هم الاطفال دول بيتفرجوا على حاجات فيها اجريشن او فيها سكس؟ فده برضو مهم، لان طبعا حاجات كتير جدا برضو يعني لما الاطفال مثلا بتتسابوا في ايديها اليوتيوب كده، اليوتيوب طبعا ما عليهوش كنترول في قصه الاعلانات اللي بتظهر او الحاجات اللي بتظهر، فممكن تظهر حاجات سكشوال او حاجات فيها اجريشن. ولو الطفل مش بيرفلكت او مش بيقول ان هو شاف ده، ممكن احنا ما نعرفش، فمش هنعرف نتكلم معاه في الموضوع ونقوله له بطريقه مش صحيه. هنعرف إن في مشكلة، فبالتبعية مش هنعرف نتدخل إننا نحلها. ايوه، لان احنا مش عارفين هو شاف ايه وفهم منه ايه. لان في النهايه الطفل ده برضو احنا عمرنا ما هنكنترول هو بيستقبل ايه من العالم، بس على الاقل على الاقل اكون عارفه هو بيستقبل ايه. هي دي الجزء المحوري في السوشيال ميديا. يعني في حد ممكن يجي يقول لك مثلا طب ما هو برضه هو بيروح المدرسه وبيحتك بالاولاد، انا كده ولا كده اقدر اربي ابني. لكن في الاخر ما هو في الاخر هيروح برضه يحتك الناس بقت تخاف، يعني يقول لك لا انا هعرف اسيطر عليه، بس انا بربي من ناحيه وهو بيروح المدرسه بينسى اللي اتربى ده كله، بيشوف بقى عيال بقى تانية بثقافات تانية ما هي دي بتعملها تانية. بقى، ما هي دي بقى الفكره الخاطئه. انا ابني مش يعني ما هواش مثلا مش عارفه يعني سفنجة اقول مش وصف. هيشرب من كل حتة. يعني هو مش مجرد آلة مستقبلة. ابني ده على فكرة زي ما هو ريسيفر،
هو كمان بيبعت، يعني زي ما بياخد زي ما بيدي. هو مش جاي يستقبل، هو جاي انتراكت. وده احنا بننساه كتير جدا واحنا بنربي الاطفال الصغيرين، بنبقى متخيلين ان هو زي كمبيوتر كده انا ببرمجه. لا، هو مش كمبيوتر انا ببرمجه. بكل بساطه ابني ده اصلا عنده جينز انا مش مسيطره عليها. يعني هو هيطلع عنده صفات في شخصيته مولود بيها من غير ما انا اتدخل، ممكن تكون انا يعني انا ماليش اي علاقه بيها. دي فكره. فعشان كده فكره ان انا اللي بعمله في البيت بيروح يطير في المدرسه، لا، هو مش حاجه احنا بنسجل عليها، هو مش حاجه مصمته. هو بني ادم انا بتفاعل معاه في المدرسه في البيت، هو بيتفاعل في المدرسه. هو التفاعلين دول في الاخر بيكونوا جواه تفاعل اخر خالص. طب تقولي ايه جمله تقوليها يعني معنى كده ان اللي خايفين يدخلوا ولادهم عالم التكنولوجيا وانه يجيب له موبايل او يجيب لها موبايل، في ناس تقول لك انا عايز اريح دماغي. يعني هو حتى في حد بعت لي دلوقتي على الانبوكس ان كلامك لما انت قلتي هي واحده بتقول دكتور، هي اسمها يارا برضو، بتقول دكتوره يارا بتقول ان انا ما اعرفش لازم اكون ضامن هو بيشوف ايه، ابني بيشوف ايه، بيشوف كذا ولا بيشوف كذا، بيشوف كذا ولا بيشوف كذا، التوقيت بيشوف امتى. فقالت ده الموضوع كبير. طب لا، انا من انصار ان انا امنع خالص، امنع واريح دماغي، اقفل الباب خالص. تقصد يعني هل ده صح ولا انت مع التوازن، فكره التوازن؟ لا طبعا انا مع لو هي التوازن في اي خايفه، شيء، لان لو هي خايفه وحاسه ان هي مش بالظبط، هتقدر ما هو تمنع انا التوازن ده. هي نفس اتفضل. الفكره ونفس المنطق. لو انا منعت استخدام الشيء ايا ما كان، احنا برضو خلي بالك، يعني خلي بالك احنا بنتكلم حسب السن برضو. في اعمار اصلا لا يحبذ ان هم يستخدموا السوشيال ميديا من من الاساس. سن كام بقى تقدري تقولي انه ممكن يمسك التليفون؟ هي مش في قصه السوشيال ميديا نفسها ملهاش يعني ارقام معينه، لان هي طول الوقت الناس تعمل ابحاث وبنشوف القصه دي اثرت على الاطفال لدرجه ايه والكلام ده. بس انا يعني مش بتصور انه من المنطقي ان طفل اصلا اقل من 12 سنه يقضي وقت كتير اصلا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بمعنى اللي هي بقى تشاتنج بقى، وبيستخدم انستجرام وبيستخدم تويتر وبيستخدم فيسبوك وكده. يعني هي دي الفكره. الجيمنج هو اللي ممكن يبتدي في سن اقل من ده، بس برضه لازم يبقى عليه سيطره ونبقى عارفين هو بيلعب ايه. والافضل ان هي تكون العاب مش اونلاين، عشان نفس قصه كل ده انا بقوله بناء على ايه؟ بناء برضه على حاجات انا شفتها في العياده. يعني انا كنت في حاجات ما اعرفش، يعني مثلا بتفاجئ مثلا ان في مراهقين بييجوا يحكوا لي ان هم مثلا آه، من خلال مثلا الانترنت جيمنج وكده آه، اتسحلوا بقى في حاجات مور ديب هي ملهاش دعوه خالص بقى بالجيمنج. ليها علاقه زي ما بقول لكم مثلا في بقصه الجامبلينج، بقصه حاجات يبقوا الجيمز نفسها اصلا بيبقى فيها زي بورنوجرافي. يعني هي اللعبه نفسها فيها جوه اصلا اللعبه في يعني. محتوى مش لايق ضمن سياق ايوه الستوري بتاع اللعبه. بالظبط كده، بالظبط كده. فمن ضمن الحاجات اللي هتسيطر على ده ان اللعبه نفسها ما تبقاش اونلاين. فاحنا هنبقى عارفين اللعبه نفسها عباره عن ايه مثلا يعني. طب قصة السكرين تايم، في ناس بتقول يعني طبعا احنا متفقين وواقعيا ما يعني ايه ما نقدرش نمنع الموبايلز والالعاب والحاجات دي عن الاولاد تماما. انا يعني البراكتس بتاعي ان السكرين تايم حاجه لطيفه، يعني بما ان مش هقدر امنع بس اقدر اكنترول زي ما اتفقنا. الريكومنديشن او يعني التوصيه ان السكرين تايم يبقى المناسب ايه بالنسبه للاعمار المختلفه، لو في معلومه محدده للموضوع ده، يعني مش عايز اسال سؤال مش لما الدبليو اتش يعني لما الدبليو اتش او اتكلمت في قصه السكرين تايمنج دي وقت الكوفيد، يعني اتكلموا في فكره ان هو ما يتعداش الساعه اصلا في اليوم للاطفال اللي هي تجاوزت سن الست سنين. فوق 6 سنين ما يعديش الساعه. هل ضمن المعنى ده ان تحت 6 سنين مفيش حساب، مفيش ارقام، ولا ده مش ريكومندد اصلا؟ لا في، بس احنا بنتكلم على قصه، احنا بنتكلم على قصه سكرين تايم ان هم بيستخدموا الموبايل نفسه هم بنفسهم. لكن لو احنا بنتكلم بقى على تي في واتشنج، لو احنا مثلا بنتفرج على اغاني، بنتفرج على يعني كونتنت معين او كده، برضو الكلام ده مش بيحبذ قبل سن ال3 سنين. ليه؟ عشان بيبقى الخوف من فكره المايلستونز نفسها بتاعت الاطفال اللي ليها علاقه بالبرين ديفلوبمنت بتاعت الكلام وبتاعت التفاعل وبتاعت الانتراكشن. لان هو كتير جدا، ودي حاجه بقى تم ملاحظتها برضو في اخر مثلا 10 سنين او 15 سنه،
ان اطفال كتير بيتم تشخيصهم قبل سن ال3 سنين باعراض توحد، هم ما بيبقاش عندهم اعراض توحد اصلا، يعني حاجه بيبقوا ميس دايجنوزد ليه؟ من كتر ما هم بيقضوا وقت بيبقوا اتاتشد سكرين للموبايل، تايم. فبيطلع عليهم علامات بالظبط اوتيزم كده، كده، وبيبقى عايز يفضل بالظبط رياكشن تظهر على طول، عليهم. وعايز يكليك والفيديو يشتغل. فبيبقى في تقل كده شويه، بيبقى رياكشناته متاخره. لا بيبقوا، بالظبط بتبقى رياكشناتهم متاخره، وبيبقوا مور انتو التفاعل مع السكرين، بيبقوا مور انتو الفيجوال والاوديتوري كونتنت، اللي هو المحتوى السمعي والبصري اللي بيتعرضوا له من خلال ال الموبايلز يعني او وقتهم بقى قدام التلفزيون او الموبايل او كده. وده بيأخر انواع تانية من التفاعلات بتبقى مهمة جدا، زي بقى الحاجات السوشيال، الحاجات اللي هي بقى سوشيال سمايلينج، يتكلم مع ناس، يبقى متعامل ازاي لو في زحمة، يتعامل ازاي لو في حد غريب اول مرة يشوفه، لان هم كمان بيألفوا الكونتنت اللي بيشوفوه. يعني هم بيتعلقوا بالشخصيات الكرتونية مثلا، وبالاطفال اللي هو دلوقتي بقى في برضو اطفال بيبقوا كونتنت، يعني بيبقوا صناع محتوى اطفال صغيرين. ف... فهم بيبقوا بيتعلقوا بالشخصيات دي، وده ساعات بيبقوا كانهم فاميلي ممبرز، وده بيخليهم، فالاهل بيتخضوا قوي ان هم لما يشوفوا ناس بره الفاميلي ممبرز او كده مش عارفين يتعاملوا خالص، صفر. لا، وكمان لو لما بيتعلقوا بالشخصيات دي وبيحسوا ان هم فاميلي ممبرز، بيبقوا عندهم قابليه اكتر ان هم يقلدوهم ويشربوا منهم زي البيت. ايوه، ودي بقى حاجه مهمه قوي برضو في التربيه جدا جدا، من اهم من الحاجات يعني من اهم المحاور في التربيه، اللي هي فكره الباوندريز او الحدود. ان انا بعلم ابني من وهو صغير يعني ايه حدود. فلما بيبقى ما فيش وقت يعني ما فيش حاجه اسمها سكرين تايم، ما فيش ميعاد للنوم، ما فيش ميعاد للصحيان، احنا مش عارفين بناكل امتى، ما فيش يعني ما فيش ستراكشر للحاجات، ده بيخلي ابني مش جاهز يبقى عنده حدود مع العالم. يعني مش جاهز امتى يقول انف، مش جاهز امتى يقول لا، مش عارف اصلا المفاهيم دي، ومش بيعرف يقول مين عيلته، مين صحابه، مش بيعرف المفاهيم دي. والمفاهيم دي على فكرة بتبدأ تتكون عند الأطفال من سن بدري جدا، يعني من مثلا سن سنتين لحد 5 سنين، الأفكار دي كلها بتتكون، فكرة بقى الحدود، ويعني إيه قرايبي، ويعني إيه صحابي، ويعني إيه ناس بحبهم، ويعني إيه بخاف منهم، الأفكار دي بتبدأ تبقى موجودة. وعشان كده برضو دي حاجة كنت عايزة أنوه لها في بداية الكلام، لما أنت قلت يا أحمد إنه مش بس المخلفين هم المفروض يكونوا بيسمعونا يعني، ممكن كمان لو حد مش مخلف، لأن هو ديفنتلي هيشترك في تربية ناس قريبين. دي برضو حتة مهمة قوي، لأنه ساعات الناس مش بتبقى عارفة حدودها في الريزنج بتاعت الطفل، حتى لو كان ابن أختي أو ابن أخويا أو كده يعني. والاطفال نفسها لو الموضوع مش محطوط له ستراكشر، ساعات الاطفال فعلا بتبقى، ده كان بيبان زمان اكتر في الاطفال اللي بتتربى في بيوت عيله، ان هم بيطلعوا كونفيوزد، وبيحضروا الصراعات اللي احنا بقى ما بناخدش بالنا منها، يعني هم بيحضروا الكونفليكتس اللي بتحصل بين الكبار، بين مثلا بابا وعمي، وبيلاحظوها، ما بيعلقوش عليها، ما بيتفاعلوش معاها في وقتها، بس بتبني جواهم برضو كونسبتس، وقد تكون كونسبتس خاطئة. فدي حتة مهمة برضو الانتباه ليها مش مهم كل يعني. حاجة بتحصل قصاد الطفل، يعني نظرية ده مش فاهم، ده مش قول عادي، ده لا عيل لا مش لا خالص. هيعرف، مش هيفهم، مش يعني في حاجات كده الأطفال بتشوفها وما بتفهمهاش. بس أنا متأكد من ده، وعاصرت حاجة مشابهة يعني في طفولتي أنا شخصيا، في حاجة ممكن تعدي قدام الطفل ما يفهمهاش، بس يحتفظ بالصورة دي ويفهمها بعدين. بس الصورة نفسها هو حتى لو ما فهمش، بس الصورة هتفضل جواه. مظبوط مظبوط، الأطفال كائنات قوية الملاحظة جدا جدا جدا، والميموري بتاعتهم مرعبة. يعني قدرتنا على تذكر حاجات حصلت في طفولتنا قد تكون أكبر بكتير من قدرتنا على تذكر حاجات هتحصل دلوقتي. يعني يعني أنا مثلا لو حد عنده 20 سنة، الحاجات اللي فاكرها من وهو عنده 5 سنين، الذكريات بتبقى فيفيد اكتر، يعني واضحه جدا جدا اكتر من الذكريات اللي هيفتكرها من سن 20 سنه وهو عنده 40 سنه. طيب دكتور يارا، احنا بنتربى لغايه سن كام؟ احنا كده كناس فاكرين نفسنا كبار وخلاص بقى عدينا المرحله دي، وهل احنا لسه بنتربى؟ لحد ما اه نموت. طبعا. لا، نتعلم ولا نتربى؟
متهيألي الاثنين. الاتنين. يعني الديفلوبمنت ده لسه موجود، احنا كلنا جوانا حاجات محتاجة تتهذب، محتاجة تتراجع. انا ممكن اقول لك، انا ممكن يعني انا بتربى جوه السبيس ده دلوقتي، السبيس ده انا بتربى فيه، ما عنديش اي مشكلة، واهلا وسهلا يعني. طبعا لحد ما نموت. طيب كنت بسألك يا يارا، او يعني لو ايه الحاجة اللي ماست نو او ماست لازم تبقى عندي، يعني دي العناوين العريضة بتاعت الحاجات اللي اي حد مقبل على تربية او بيشارك في تربية لازم يبقى عارفها يعني. غالبا احنا يعني ايه، احنا للاسف ما بقيناش بنحب نقرا، ما بقيناش بنحب نتعلم، بنحب العناوين. يعني ده سر بالمناسبه، احد اسرار اكتساح تويتر، انه ايه، جمله مختصره كده نلم فيها الموضوع. محدش عايز يدوس بقى في التفاصيل ويقرا ويقعد يمسك كتاب ويعلم نفسه. لما بقول لحد كتاب كذا عن التربيه، او اقرا كذا، او اقرا في كذا، الناس بتحسسني ايه يا عم، عادي، ما كلنا اتربينا يعني. هل احنا فعلا محتاجين نقرا حاجه، او نعرف نأهل نفسنا ازاي اننا نربي، او بابسط حاجه، او ايه الحاجات الاساسيه الاول عشان الموضوع ما يفتحش مننا؟ طيب هو في الاساس يعني طبعا بسبب طبعا سرعه طبيعه الايرا اللي احنا عايشين فيها مش بتخلي الناس عندهم وقت يعملوا حاجات كتير، وكل حاجه بسرعه بسرعه، والناس عايزه اللي على الوش، ومفيش يعني القدره على ان انا اقعد بقى اغوص كده في الحاجه وافهم تفاصيلها والكلام ده. وده مقدر على فكره، يعني ده انا ما بظلمش فيه حد، او مش بشوف ان الناس، يعني الناس الله يكون في عونها. بشكل عام الناس الله يكون في عونها، يعني الحياه اصلا صعبه، سريعه جدا، والضغوطات الماديه هستيريه في العالم كله، وايقاع العالم اصلا سريع، فده مفهوم يعني. مهم نقرا يعني لو قدرنا، اكيد مهم. في حاجات حلوه تتقري في حاجات مبسطه في برضو. لكن لو احنا بنتكلم في هيدلاينز كده اساسيه، اهم هيدلاين يعني ان انا اكون مصدقه في فطرتي السليمه. يعني ايه؟ يعني احنا فطرتنا اللي ربنا خلقنا بيها جميله، يعني جميله واحنا بنحس وبنفهم. يعني بمعنى ان انا لما انا بزعق لابني او بعمل حاجه اجريسيف قوي، او لما حتى بخليه يقضي وقت كتير قوي على سكرين تايم، انا مش بكون حاسه كويس، انا بكون حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. في يعني احنا سنس في اوف جيلت جوانا كده ان انا بعمل بوصله. حاجه غلط او انا مقصر. مش جلد، خلينا نسميها بوصله المسؤوليه. يعني ما بحبش كلمه الجلد، لان الجلد بالنسبه لي شعور بتتولد منه يعني العديد والعديد من الامراض النفسيه. فخلينا نركز اكتر على فكره بوصله المسؤوليه. انا جوايا بوصله بتحسسني ان ده مش تمام، يعني اللي حصل ده مش تمام. انا المهم عندي ان انا دايما ابقى مستعده ان انا راجع اللحظه بتاعت مش تمام دي، اقعد كده دقيقه مع نفسي، هو ايه اللي حصل ده؟ طب هو الموضوع كان يستاهل؟ طب هو انا ايه اللي غضبني كده؟ يعني لما ده مهم بقى، لما انا اغضب قوي 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 من ابني او من بنتي، مهم قوي اخش جوه كده الاوضه بتاعتي واقفل على نفسي واسال نفسي، هو انت ايه اللي غضبك؟ انت غضبتي كده ليه؟ هو انت غضبانه منه ولا غضبانه من نفسك؟ ولا انت غضبانه من حد تاني فيه؟ يعني انت بتطلعي عليه ايه بالظبط؟ مهم، ده مهم جدا. اللحظه دي مهمه وبتساعدنا. وكل ما الام والاب او الانسان يعني عامه بيصدق في فطرته، بيلاقي نفسه اقرب للسلامه النفسيه وللصحه النفسيه. دي اول حاجه. ففطرتنا جميله وشجاعه، وينفع قوي توجهنا يعني طول ممكن يبقى الوقت. فيها اجابه على السؤال او الحيره اللي انا فيها، لو انا ما عنديش حاجه ارجع لفطرتي، او اسال قلبي زي ما بيقولوا، يعني هيوجهني يعني بالحاجه، الحاجه اللي هرتاح لها واحس اه انها صح. او الحاجه اللي حاسس وفي ان فيها مشكله او عامله لي ازعاج، يعني غالبا احساسي ده هيبقى في محله، فعلا انا بعمل حاجه مش مظبوطه، او حاجه مش احسن حاجه. او خلينا حتى نقول ان في ريفرنس عندنا ان احنا نقف عند الاكستريمز اوف اكشنز او ايموشنز. يعني ايه؟ يعني لما الاقي نفسي عملت فعل اكستريم مبالغ فيه، زي غضب جامد قوي من ابني، زعيق جامد قوي، عقاب شديد قوي، او العكس فرحانه قوي، متنططه قوي، مزقططه قوي، اقف عند اللحظه واحاول استوعبها. لو لقيت نفسي ان انا مش عارفه استوعبها، او عطلانه، او مش فاهمه اللي حصل مني ده حصل ليه، اسال وراجع حد واروح لمختص. ويعني كده ما يجراش، مش عيب، ده هو ده اصلا في الشطاره. كلمه دكتور قالها لي، يعني ان احنا حاجه شبه اللي انت بتقوليه كده، لما ما تعاقبش ابنك وانت متضايق منه كانك بتنتقم منه، افتكر ان انت بتهذبه. العقاب ده تهذيب، مش انتقام. يعني وانت غضبان وساير كده، ما تشخطش فيه وتعاقبه او تعنفه او حاجه زي كده وانت كانك بتنتقم منه.
لان ساعات في ناس كده يعني، او ساعات الواحد عموما يعني في وسط ما هو ساير كده بيتعامل مع الطفل بنديه كانه بينتقم منه مش بيربيه. طبعا طبعا، وهي دي برضو رسالة مهمة جدا من رسائل التربية، انه انا ابني محتاج يعرف انه احنا مش انداد. ومش انداد بمعنى مش ان انا اقول له انا امك اعمل فيك اللي انا عاوزاه، لا. مش انداد يعني بمعنى انه انا بأحيطه بالرعاية، بأحيطه بالحب. انا عندي الا الدين، انا عندي الا الدين، وهو بيستقبل مني. احنا لا احنا. وهي دي اللي بيسموها المother to son او المother to daughter relationship. وده على فكره ده مفهوم من مفاهيم العلاقات في الطب النفسي، يعني حتى في العلم يقول لك في 3 انواع من العلاقات. في حاجه اسمها parent to child relationship، ودي ممكن تحصل بين الكبار على فكره. يعني مثلا لما انا ابقى مش عارفه حاجه، يعني مثلا لو انا كلمتك في التليفون يا احمد مثلا وقلت لك يا احمد حصلت لي مشكله في العربيه ومش عارفه احلها وساعدني كده، قول لي اعمل ايه. احنا كده في الموقف ده بنلعب دور، انا بلعب دور تشايلد وانت بتلعب دور بيرنت، عشان انت بتساعدني، انا اللي مش فاهمه وانت اللي عارف. ده نموذج. النموذج التاني اللي بيسموه الادلت تو ادلت، احنا الاثنين سواسيه. دي مثلا اللي هي بتبقى علاقة 2 زملاء، علاقة 2 بيروحوا مع بعض يعملوا على حاجة، نفس علاقة الليفل 2 في في الشغل. المعلومه او في بالظبط الصلاحيه يعني. بالظبط بالظبط. واللي هي العكس، اللي هي بقى يعني الاولانيه اللي انا كنت بديك مثال عليها ان انا تشايلد وانت بيرنت، او بيرنت تو تشايلد. انا اللي بلعب دور ان انا بقول لك حاجه، زي ان انت تكلمني مثلا وتقول لي والله يا يارا اعرف حد مثلا كان عنده مشكله وخد دواء كذا، تنصحينا بايه، نروح فين، وهكذا. فده مهم، ده في هيراركي العلاقات. فمهم قوي ان انا احافظ على هيراركي بتاع علاقتي انا وابني وهو صغير، عشان اصلا زي ما احنا بنحتاج، يعني احنا بنحتاج ال3 اشكال من العلاقات. بنحتاج نحس ان في حد بيعلمنا او بيدينا، وبنحتاج نحس انه احنا ساعات انداد، وبنحتاج نحس ان احنا بندي وبنعلم. هل ممكن الادوار تتبدل ساعات بين الام وولادها؟ وارد طبعا، عادي. بس الاساس ايه؟ ان هي امهم وهم ولادها. زي ما انا مثلا اروح اعلم ماما تعمل حاجه مثلا على الكمبيوتر، زي ما مثلا ماما تبقى تعبانه وانا خلاص كبرت، انا اللي اوديها للدكتور وانا اللي اعمل لها الحاجات. انا كده انا البيرنت على فكره وهي التشايلد. الضعف التصديق في الفطره والحفاظ على الهيكل. تمام. طب في حاجة تانية ممكن نعتبرها must know أو must have، يعني يعني إيه solid، خط عريض في التربية، حاجة شايفة إن برضو يعني اه الخط العريض الاساسي زي ما قلت، زي ما كنت بقول لك يعني في البدايه، هي اصلا ايه احتياجات الطفل ده. هو محتاج ايه؟ انا موجوده عشان البي احتياجاته، مش عشان احقق عوزاناتي. وهنا الفرق، في حاجه اسمها wants وفي حاجه اسمها needs. النيدز لا تخلي عنها، بدونها يحدث خلل. زي ايه؟ زي انا محتاجه اكل، لو قعدت كذا يوم ما اكلش هعيا، هتحصل لي مشكله. لكن العوزان ان انا عايزه اكل سوشي، لو ما اكلتش سوشي مش هيجرى لي حاجه. أوكي. ف... ف... فمهم قوي ان احنا واحنا بنربي ولادنا ما نكونش بنحقق العوزانات بتاعتنا. انا عايزه ابني يبقى دكتور، انا عايزه ابني يبقى اذكى واحد، انا عايزه ايه، لان عايزه ابني يبقى اذكى واحد دي جواها انا عايزه ابقى اذكى واحده. عايزه ابني يبقى احلى واحد، جواها انا عايزه ابقى احلى واحده. فكاني بحقق عوزان بتاعي في ابني. طيب وهنا ده بقى ده بتظهر عيب، صراعات. ده عيب في ايه؟ يعني لما حد يعني دايما يقول لك انا عايز اشوف ابني فعلا احسن مني، او عايز اشوف لو واحد مثلا ما حققش حلمه، اب مثلا ما حققش الحلم بتاعه وشاف ان هو عايز مثلا ابنه يطلع في نفس الكارير او كده، اللي هو الراجل ما قدرش يلتحق بيه، الراجل كان نفسه يطلع ضابط فعايز يربي ابنه ان هو يطلع ضابط وكده، ده كده هو بيحجر عليه من وجهة نظرك؟ لا بايه؟ ما سمعتش الكلمه. بيحجر عليه، بيسيطر عليه، بيتحكم في بيحجر مستقبله يعني؟ ايوه طبعا فيها كنترول. ما هقول لك الفرق، ان انا ابقى يعني عايزاه يبقى احسن واحد علشان انا عايزاه هو لنفسه يبقى احسن واحد، يحقق احتياج ان هو يبقى ان هو يبقى امن او مطمئن او كده، دي حلوه قوي. يا ابني انا عايزاك تبقى شاطر وكويس عشان ما تحتاجش لحد في الدنيا. انا عايزاك تبقى شاطر عشان انت تستحق. انا عايزاك تبقى مهندم ولابس كويس عشان حبيبي دي قيمتك. انا بعلمك كمان ان جزء من وجودك ان انت تكون نظيف وجميل وشطور. دي تختلف قوي عن لما اقول
انا عايزاك تطلع دكتور زيي عشان انا مثلا عايزاك تكمل مسيرتي. ده مش مسؤوليته، دي مش مسؤوليته. فده في ان انا ساعات ما انا ممكن اكون كده بغطي على احلامه، يمكن هو عايز يطلع طيار. فهي الفكره هنا ان انا طبعا كلنا عايزين ولادنا يبقوا حلوين وجمال ويجننوا، ما ده حقنا، بس انا عايزاهم يبقوا كده عشان الناس تقول على ولادي ان هم حلوين ويجننوا، ولا عشان ولادي انا من جوايا مصدقه ان هم يستحقوا ده. ولما بصدق بقى ان هم يستحقوا ده، ببقى مهتمه باحتياجاتهم الحقيقيه. ده بقى المص اللي انت كنت بتقول عليها يا احمد، يعني الحاجات اللي احنا بنعتبرها بيزكس زي ما العلم قالها البيزكس. الطفل محتاج ايه في الاساس؟ محتاج اول حاجه يكون مطمن ويكون شبعان. يعني